السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخواتي وحبايب قلبي، ان شاء الله النهارده هعمل لكم وصفة كده جميلة جدا جدا، هتنفعنا كده مع الشاي بلبن، مع وقت العصاري كده. اللهم بارك، تحفة جدا جدا، هشة ناعمة بتدوب دوبان. بس حط بقى المكون كده اللي انا هستعمله ده، هينقلها لك نقلة تانية خالص، هيخليها لك كده تدوب في بقك دوبان كده، وريحة وطعم جايبه اخر الشارع. جميلة يا حبايب قلبي. بقى بنص كيلو، هنعمل كده كيلو ونص، اللهم بارك، وعلى الميزان ان شاء الله مع بعض. من القرص هنعمل منها 30 قرصه، تحفه جدا جدا. بس اللي اول مره يشوفني قبل ما نبدا وصفتنا، يا ريت ما ينسانيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت كده يشجعني. وانا بشجع بيكم يا حبايب قلبي، وان شاء الله القناه ترفع بيكم بامر الله تعالى. هنشوف المقادير بتاع وصفتنا ايه، ونشوف المكون اللي هينقلها نقله تانية، هيوديها في حته تانية خالص، طعم وريحه هتجيب اخر الشارع. يلا بينا كده نشوف مقادير وصفتنا مع بعض. اول حاجه كده يا حبايب قلبي، هنجيب نص ربع كوبايه مج عادي اللي هو بتاع معتاد لكل بيت، هحط فيه ربع كوبايه من الميه الفاتره، واحط فيها 3 معالق من السكر الحبيبات عادي خالص، ومعلقه ممسوحه من الخميره، معلقه كبيره ممسوحه، ولو معلقه صغيره مليانه. وهجيب معايا نص كيلو من الدقيق، احط عليه معلقه صغيره من الملح، 3 معالق كبار من السمسم المحمص، انا بحب السمسم، حاطه 3 معالق كبار هرميين. ومعايا الماده الدهنيه كده يا حبايبي، معايا مج 3/4 المج سمنه سايحه، وانا كنت مسيحاها بقى كده فريحتها قلب الدنيا، قلت لازم معاكم الوصفه دي اعملها. وكملتها من الزيت بيديها قرمشه، والسمنه كده بتديها نعومه وطعم وريحه، تحفه كده يا حبايب قلبي. وحطيت لها معلقه صغيره من الفانيليا. جميله جدا جدا. اهم حاجه ان احنا نبسها كويس جدا جدا يا حبايبي، لحد ما نلاقيها في ايدنا كده تتجمع وتبقى عامله زي الرمله المبلول كده. بعد كده حطيت نص كوبايه من حطيت بقى كده الميه بالخميره، الربع كوبايه ميه بالخميره، ولقيت الخميره عند اللهم بارك. وبعد كده ضفت لها النص مج الحليب برضو فاتر، عجنتهم كويس جدا جدا. العجينه بتاعتها يا حبايب قلبي ما بتبقاش اللي هي الطريه، لو عملتها طريه القرص معاك هتقلب معاك قرص طريه، انما احنا بنعملها قرص فلاحي مبسوسه. جميله جدا جدا يا حبايبي. عجنتها كده وغطيتها بكيس نايلون على جنب، او كيس ثلاجه ترتاح. انا مش بخمرها بس على ما اجهز الحشوه معايا. والحشوه دي يا حبايب قلبي رائعه واكتر من رائعه. ده كان العجوه اللي انا حولت اللي هو التمر الطري اللي انا حولته معاكم العجوه، تحفه تحفه، ريحتها وطعمها اللهم بارك، غني غناوه ملهاش حل. حطيت عليها معلقه من القرفه ومعلقه من السمنه برضو السايحه، وعجنتهم كويس جدا جدا. وانا ما حطيتش سمسم عشان انا كنت لفاها بالسمسم كويس جدا جدا. وكورتها على جنب كده عشان تبقى جاهزه الحشوه معايا، وابدا اقطع العجينه معايا بالشكل ده يا حبيب قلبي. العجينه بتاعتها ما بتبقاش اللي هي طريه، يعني هي شبه الكحك شويه، عشان برضو ما حدش يلاقيها خشنه في ايده كده ويقول لا احط سوائل، هتطلع معاكي هتقلب معاكي قرص طريه. بالشكل ده هقطع كل الكميه، اللهم بارك اللهم بارك. بتضغطي عليها كده عشان تحاولي ان انت تنعميها شويه، والسطح اللي هو يبقى فوق بتاع القرصه بخليه هو اللي تحت على المفرش. ولو ذلك ان انا بقول لكم الناحيه اللي هي بتبقى ملمومه كده دي اللي بتبقى فوق. واهم حاجه واحنا بنقطع كده يكون بنغطي بكيس تلاجة عشان العجينه ما تنشفش وتعمل وش معانا او قشره وتبقى مش احسن حاجه. مغطياها او على طول بالكيس التلاجة، وبرفعه واحط بقيه الكميه. وبعد هنا وانا بفردها بنفرد يا حبايبي الاطراف بس، وبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نسيب النص يعني سميك شويه. وبعد كده بلم الاطراف كده، اداري الحشو معايا بالشكل ده. وممكن تبقى ساده، وممكن تحشيها جبنه، دي براحتك خالص. انا كنت النهارده حشيها معاكم ساده، وان شاء الله مرات تانية نعملها بحشوات تانية، ونعملها ساده برضو بامر الله تعالى، مع اختلاف المكونات. اهو يا حبايبي بفرد كده الاطراف بقدر المستطاع، وبسيب النص سميك بالشكل ده، والم كده الاطراف واقلبها كده، بضغطها ضغط على الوش ده وضغط على الوش ده، وبحاول ان انا الوش اللي هو هيبقى فوق بضغط عليه برضو شويه تحت عشان يبقى املس معايا، لان زي ما اتفقنا العجينه ديت مش عجينه قرص طريه. عجينه قرص طريه بتبقى يعني طريه معاكي فبتبقى ناعمه زياده. بالشكل ده يا حبايبي عملنا واحده واتنين، وبحطها في صاج مش مدهون اي حاجه خالص معايا. ان شاء الله يا حبايب قلبي بالشكل ده تلميها وتضغطي عليها كده، وتكرري نفس العمليه كلها في الكميه معاكي. اللهم بارك، ادتني 30 قرصه، حاجه كده على الميزان هنشوفها مع بعض، تحفه.
اللهم بارك. هبطط كده اهو يا حبايبي اكتر من واحده برضو عشان اللي ما اخدش باله ان النص بيتن سميك، وبفرد بس يا دوبك الاحرف، وبحط برضو الحشوه في النص بقدر المستطاع. اسيب الاحرف اللي انا هلمها ما اجيبش عليها حشوه عشان اعرف اتحكم فيها بالشكل التحفه ده يا حبايبي. وانا ببطط بقى كده يا حبايب قلبي في اخر التبطيط كنت مولعه الفرن على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت. تحفه يا حبايب قلبي. وبعد كده حطيتها في السجان. على ما خلصت طبعا كانت اول صاج معايا خمر، ودي كانت الكميه اللي معايا بالشكل ده. بجيب عود خله وببدا بقى كده اعمل فيها ثقوب بالشكل ده حوالين داير كده، واكرر العمليه في كل القرصه معايا عشان انا مش عايزاها تنتفخ معايا، وفي نفس الوقت كده تبقى يعني ناشفه ومستويه معايا كده، لا هي المحجره ولا هي الطريه زي القرص الطريه. ومعاك هتقعد على الرخامه يا حبايب قلبي لاخر قرصه. ما لا هتحطها في الفريزر ولا في التلاجة، هتبقى معاكي على الرخامه. وما تعمليش زي كده، انا زعلت جدا جدا لما عملتها وسويتها بالنتيجه الرائعه لما طلعت ان انا ما ضعفتش الكميه. فيا ريت ان شاء الله من البدايه كده اعملي كيلو اقل حاجه، صدقيني يعني هتنبهري بجمالها وهتنفع ولادك في المدارس. وبتقعد على الرخامه فتره، تحطها في علبه تلاجة محكمه الغلق كده تحفه، هتقعد معاكي جميله جدا جدا. واهم حاجه يا حبايب قلبي ملحوظه، طول ما هي في الفرن نعمل كده يعني استمرار التقليب كده كل يعني كل شويه نلفف الصاج. اكيد انتوا فاهميني. بحط صاج على في الرف اللي هو التاني من تحت، وولع الفرن من فوق ومن تحت. وبعد كده بقى اما بيسخن كويس جدا جدا بعد شويه كده بخليه هادي مايل للوسط كده. اللهم بارك. باخد لون موحد تحفه، اللون رائع يا حبايبي. شايفين على الميزان؟ اللهم بارك اللهم بارك. كيلو ونص تحفه. ان شاء الله ان شاء الله هتجربيه وهتقولي لي رايك. بس يا ريت يا ريت بقول لكم كده عشان ما تزعلوش، شايفين اللون يا حبايب قلبي متحني بمعنى الكلمه. اللهم بارك موحد. انا قربت لكم كده عشان حاسه ان التصوير ظلمه والكاميرا ظلماه. لونها من فوق ومن تحت خطير. ان شاء الله ان شاء الله تعمليها وتزودي كده وتكتري الكميه، لانها روعه هتنفعك ايام الدراسه وفي الفطار تحفه. والعصاري كده مع كوبايه يعني قهوه او شاي بلبن روعه. ان شاء الله هستنى رايك في الكومنتات، تقولي اعمليها وتقولي لي كده ايه رايك فيها. تحفه يا حبايب قلبي، ناشفه مستويه دايبه. اللهم بارك. لونها خطير، طعمها رائع، ريحتها روعه. هتلم عليك الجيران كده كله هيخبط ويقول لك ادينا من الجمال اللي انت عاملاه اللي قلب الريحه ده. هستنى رايكم وما تنسونيش كده من دعوه حلوه وكومنت كده يا حبايب قلبي يشجعني. تحفه. وما تنسوش اخواتنا بالنصر والتمكين، وربنا يطعمهم من جوع ويامنهم من خوف. خطيره خطيره خطيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.